إيه الفرق بين صورة عادية بنشوفها كل يوم على السوشيال ميديا وصورة بتفضل محفورة في ذاكرتنا لسنين؟ هل الموضوع كاميرا غالية ولا حظ؟ المصدر اللي معانا النهاردة وهو مقتطفات من كتاب مبادئ التصميم في التصوير الفوتوغرافي لجيرمي ويب بيقول إن السر مش في أي حاجة من دول. السر في جهاز عصبي خفي بيتحكم في كل حاجة بنشوفها. النهاردة هنشرح الجهاز ده ونشوف إزاي ممكن أي حد فينا يستخدمه عشان يحول أي لقطة لعمل فني. والفكرة دي مهمة جدا في عصرنا الحالي. يعني كل ثانية بيتم رفع ملايين الصور على الإنترنت. في وسط الطوفان ده، إيه اللي بيخلي صورة معينة تشدنا وتخلينا نقف؟ الكتاب بيقول إن الإجابة هي التصميم. التصميم مش مجموعة قوانين جامدة بتخنق الإبداع، بالعكس، هو اللي بيدي الصورة روحها وبيخليها مؤثرة ومستحيل نتجاهلها. هو اللي بيفصل بين مجرد لقطة وصورة ليها معنى بالظبط. والكتاب بيقول إننا ممكن نبدأ بأبسط وأقوى أداة موجودة في أي كاميرا، حتى كاميرا الموبايل، الإطار اللي بنبص منه أو اللي بنسميه الفيو فايندر. الكتاب بيوصف الفيو فايندر ده بجملة قوية: أعظم أداة تكوين عرفها المصورون. اللافت هنا إنه مش بيركز على اللي بنشوفه جوه الإطار قد ما بيركز على حواف الإطار نفسه، وبيستخدم تعبير أنا شايفه عبقري. بيقول إن التصوير الفوتوغرافي عملية اختزالية. خلينا نفكك المصطلح ده شوية. المصطلح ده هو مفتاح كل حاجة فعلا. تخيل الفرق. الرسام بيبدأ بلوحة بيضة فاضية تماما، ومهمته إنه يملى الفراغ ده. لكن المصور بيبدأ بالعكس تماما. المصور بيبدأ بالكون كله قدامه، بكل تفاصيله وزحمته، ومهمته إنه يختار جزء صغير جدا من الواقع اللانهائي ده ويحبسه جوه إطار. القوة الحقيقية مش بس في اللي بيقرر يدخله جوه الإطار، لأ، دي يمكن بتكون أكبر في اللي بيقرر يستبعده. يعني القوة في الحذف مش في الإضافة. تماماً. حواف الإطار دي أداة حادة جداً، ممكن تقطع أو تبتر أجزاء من المشهد أو حتى من أجسام الناس بشكل متعمد. وده في حد ذاته ممكن يكون اختيار فني قوي جداً بيوصل رسالة معينة. زي مين مثلا؟ المصدر بيجيب سيرة المصور لاري فينك. أنا بحب شغله جدا. كان بيصور حفلات ومناسبات اجتماعية، لكنه كان بيقرب من الناس لدرجة إن أجزاء من وشوشهم أو إيديهم بتبقى بره الكادر، صورة فيها طاقة وحركة مش طبيعية. بالظبط. وهنا السؤال اللي لازم نسأله: ليه القطع ده بيخلق طاقة؟ لأنه بيلمح لوجود عالم أكبر بره حدود الصورة. بيخلي المشاهد يحس إنه واقف في نص الحدث، مش مجرد متفرج من بعيد. القطع ده بيخلق إحساس بالفوضى المحسوبة، بالحياة اللي مش بتستنى الكاميرا عشان تتصور. يعني كل الصور اللي بقص فيها راس قرايبي في صور العيلة بالغلط دي ممكن أقول عليها اختيار فني قوي؟ ممكن تقول عليها إنك بتستخدم تقنية القص لخلق إحساس بالديناميكية، أو ممكن ببساطة تعتذر لهم. لكن بعيداً عن الهزار، الموضوع ده بيفتح باب أخطر بكتير: فكرة الحقائق الكاملة وأنصاف الحقائق. الإطار ممكن يحكي قصة موجهة جداً ودي نقطة حساسة جدا خصوصا في التصوير الصحفي. جداً. والمصدر بيستشهد بمثال أيقوني ما ينفعش ننساه: إعلان قديم لجريدة الجارديان البريطانية من سنة 86. الإعلان بيبدأ بلقطة لشاب أصلع لابس جاكيت جلد من اللي شكلهم بيدل على انتمائهم لجماعات السكين هيدز، وبيجري بسرعة ناحية راجل أعمال شكله كبير في السن وماسك شنطة. كل حاجة في الصورة بتصرخ: ده بلطجي هيسرقه أو هيعتدي عليه. أحكامنا المسبقة بتشتغل فوراً. وأنا بتفرج معاكي وبحكم عليه فعلا. كلنا بنعمل كده. لكن فجأة الكاميرا بتبدأ ترجع لورا، والكادر بيوسع، وبنكتشف إن الشاب ده ما كانش بيجري ناحية الراجل عشان يهاجمه. ده كان بيجري عشان يزقه وينقذه من صقالة بناء ضخمة كانت بتقع فوق دماغه. الشاب كان البطل مش المجرم. ياه، المثال ده مرعب. ده معناه إن كل صورة بنشوفها في الأخبار هي بالضرورة منحازة. مجرد اختيار المصور للكادر بيفرض علينا وجهة نظر معينة حتى لو ما كانش قصده. ده قرار تحريري بيحصل قبل ما يتكتب أي حرف في الخبر. هو ده بالظبط. مفيش حاجة اسمها صورة محايدة تماماً. كل صورة هي وجهة نظر. اختيار المصور إنه يقف هنا مش هناك، إنه يرفع الكاميرا لفوق مش لتحت، إنه يدخل شخص في الكادر ويطلع شخص تاني، كل دي قرارات بتحكي قصة معينة. وده بيحط مسؤولية كبيرة على المصور، ومسؤولية أكبر علينا كجمهور، إننا دايما نسأل نفسنا: إيه اللي أنا مش شايفه بره الإطار ده؟ فكرة إن حواف الإطار ليها القوة دي كلها بتخليني أفكر: طيب وماذا عن شكل الإطار نفسه؟
الكتاب بيحذر من فخ التعود على شكل واحد، وهو المستطيل التقليدي اللي معظم الكاميرات بتنتجه. وهي نقطة مهمة جدا، لأننا بننسى إن شكل الإطار نفسه بيأثر على حالتنا النفسية وإحنا بنتفرج. الأشكال المختلفة بتخلق أحاسيس مختلفة تماما. الإطار المربع مثلا بسبب تماثله بيدي إحساس بالاستقرار والهدوء، وممكن يخلي أي خطوط مايلة جواه تبان أقوى وأكثر ديناميكية لأنها بتكسر حالة السكون دي. مش صدفة إن مصورين كبار زي ديان أربس في صور البورتريه بتاعتها أو مايكل كينا في صور الطبيعة المينيمالية كانوا بيعشقوا الإطار المربع. والمفارقة إن الإطار المربع رجع بقوة وبقى هو الأساس في عصرنا بسبب الانستجرام في بداياته. فعلا، وده مثال شيق جدا. انستجرام أكبر جيل كامل من المصورين الهواة والمحترفين على التفكير جوه مربع. ده ليه مميزاته، لأنه بيجبرك تركز أكتر على التكوين المتماثل والمركزي، لكن في نفس الوقت ممكن يكون حد من ديناميكية المستطيل اللي بيسمح بحركة العين بشكل أفقي أو رأسي بحرية أكبر. المستطيل أقرب للطريقة اللي بنشوف بيها السينما مثلاً. المصدر بيذكر أشكال تانية كمان زي البانوراما. الإطار البانورامي العريض مثالي لتصوير المناظر الطبيعية، لأنه بيحاكي امتداد الأفق وبيغمر عين المشاهد في المشهد. وعلى النقيض تماماً، الإطارات الرأسية الطويلة والضيقة بتستخدم في تصوير العمارة وناطحات السحاب عشان تؤكد على الإحساس بالارتفاع والشموخ. بس مش ممكن الموضوع ده يتحول لمجرد استعراض فني أو فزلكة؟ يعني إمتى الإطار الدائري مثلا اللي الكتاب بيذكره بيخدم الصورة فعلا، وإمتى بيبقى مجرد شكل غريب بيشتت الانتباه عن الموضوع الأساسي؟ سؤال ممتاز، وده الفرق بين الاستخدام الواعي للأداة والاستخدام لمجرد الاستعراض. الإطار الدائري مثلاً ممكن يكون قوي جداً لو بيخدم الفكرة. الكتاب بيلمح إنه ممكن يكون أقرب للطريقة اللي بنشوف بيها فعلاً برؤيتنا المحيطية اللي ما فيهاش زوايا حادة، فممكن استخدامه عشان يدي إحساس بالحلم أو بالذكرى، أو ممكن يخلق إحساس بالتلصص كأن المشاهد بيبص من خرم باب أو منظار. لكن لو صورت بيه بورتريه عادي من غير أي سبب، ساعتها فعلاً هيكون مجرد فزلكة. القاعدة هي: هل الشكل بيضيف معنى للقصة اللي الصورة بتحكيها؟ لو الإجابة يبقى قرار صائب. مفهوم. فبمجرد ما حددنا حدود الملعب وشكله، لازم نقرر إزاي هنلعب باللعيبة جوه الملعب ده. وهنا الكتاب بيستخدم اقتباس جميل من عالم الموسيقى عشان يشرح النقطة دي. اقتباس للموسيقي آيك تيرنر بيقول: الفراغات اللي بين النوتات الموسيقية هي اللي مهمة. والاقتباس ده بيلخص فلسفة كاملة في التصميم. في لغة التصوير، الفراغ مش مجرد مساحة فاضية، لا، ده عنصر فعال ومؤثر زي أي عنصر تاني في الصورة. المصممين بيسموه الفراغ السلبي في مقابل الفراغ الإيجابي اللي هو العنصر الأساسي اللي بنصوره. والمصور الشاطر بيعرف إزاي يخلي الفراغ السلبي ده يخدم الصورة. إزاي؟ إيه وظيفة الفراغ ده؟ ليه وظائف كتير. ممكن تستخدمه عشان تعزل العنصر الأساسي وتخلي العين تروح له فوراً. ممكن تستخدمه عشان تدي إحساس بالهدوء والسكينة. أو ممكن، وده الأمتع، تستخدمه عشان تتلاعب بإدراك المشاهد. عقلنا البشري متبرمج إنه يشوف الأشكال الغامقة كعناصر والأشكال الفاتحة كخلفية، لكن في صور بتلعب على النقطة دي وبتخلق خداع بصري يخليك مش عارف إيه هو العنصر وإيه هي الخلفية. زي صورة قناع للمصور أوليج ديرسكي اللي المصدر ذكرها. بتفضل تبص عليها ومش قادر تحدد هل دي صورة وشين باصين لبعض ولا صورة كاس في النص. التلاعب ده بيخلق توتر بصري بيجبرك تفضل باصص للصورة. بالظبط. والفراغ ليه وظيفة تانية مهمة جدا: خلق إحساس بالعمق. الصورة في النهاية سطح ثنائي الأبعاد، لكن الفراغ المدروس بيدي إيهام بوجود عالم ثلاثي الأبعاد. لما بتسيب مساحة للعناصر تتنفس جوه الكادر، بتحسس المشاهد إن في عالم بيمتد ورا حدود الصورة دي. ده بيفكرني بالسينما. إزاي المخرج ممكن يصور شخصية في فريم واسع جدا وفاضي عشان يوصل إحساس بالوحدة أو الضياع من غير ولا كلمة حوار. الفراغ نفسه هو اللي بيتكلم. يا سلام عليك، هو ده التشبيه المثالي. الفراغ بيحمل مشاعر. في مثال تاني في الكتاب لصورة مطعم برجر. صورة بسيطة جدا، لكن المصور بدل ما يحط المطعم في نص الكادر، حطه في الجزء السفلي الصغير من الصورة وساب تلتين الصورة للسماء.
السما في اليوم ده كانت رمادية ومليانة سلاب، فالفراغ السلبي ده ما بقاش مجرد خلفية، ده بقى هو بطل الصورة اللي بيحكي قصة الكآبة والهدوء في يوم شتوي. يعني الفراغ هنا هو اللي خلق المود أو الحالة المزاجية للصورة كلها. المطعم مجرد تفصيلة، لكن القصة الحقيقية في السما الفاضية اللي فوقيه. تماماً، الفراغ مش مجرد مساحة فاضية، ده مساحة مليانة إحساس. المصور بيستخدم الفراغ زي ما الرسام بيستخدم الألوان والموسيقي بيستخدم الصمت. إذن عندنا الإطار وحدوده، وعندنا شكل الإطار، وعندنا توزيع العناصر والفراغ جوه الإطار. والمصدر بيقول إن في قطعة أخيرة في البازل ده، قطعة بسيطة جدا لكن ممكن تكون الأقوى تأثيراً. المصور نفسه بيقف فين وهو بياخد الصورة؟ وهنا بنتكلم على التأثير النفسي المباشر على المشاهد، وغالباً بشكل غير واعي. الكتاب بيقدم مثال واضح جداً ومباشر: السياسيين. لو صورت سياسي من زاوية عالية، يعني الكاميرا فوق مستوى نظره وبصل تحت، بشكل لا واعي هتخليه يبدو أصغر، أضعف، أو حتى مذنب. كأنك بتستصغره بالمعنى الحرفي للكلمة. بالظبط، والعكس صحيح تماماً. لو نزلت بالكاميرا وصورته من زاوية منخفضة من تحت لفوق، هتخليه يبدو أطول، أضخم، وأكثر قوة وهيبة، كأنه تمثال. زاوية التصوير هنا مش مجرد اختيار تقني، دي أداة تأثير نفسي رهيبة. وليه التأثير ده قوي للدرجة دي؟ هل ده مجرد عرف تعودنا عليه في الأفلام والصور، ولا ليه جذور أعمق؟ أعتقد ليه جذور أعمق، ليه علاقة بتجربتنا الإنسانية الأولى. وإحنا أطفال كنا دايماً بنبص لفوق على أهلنا والناس الكبار اللي كانوا مصدر القوة والسلطة في عالمنا، فالبص لفوق مرتبط في لاوعينا بالقوة. والعكس، لما بنبص لتحت على حاجة بنحس إننا أكبر منها ومسيطرين عليها. الكاميرا بتستغل الأنماط النفسية البدائية دي. والموضوع مش بس زاوية، لكن مسافة كمان. الكتاب بيتكلم عن الفرق بين استخدام عدسة مقربة عشان تقرب من حاجة، وبين إنك تقرب منها بجسمك فعلا. ودي نقطة دقيقة ومهمة. عدسات التليفوتو ليها تأثير غريب، هي بتقربك من الهدف، لكنها في نفس الوقت بتضغط المسافات بين العناصر وبتفصلك عاطفياً عن المشهد. بتحسسك كأنك بتتفرج من بعيد، كأنك بتراقب. لكن لما بتقرب جسدياً من الشخص اللي بتصوره بعدسة واسعة، بتحس بوجودك معاه في نفس المكان، وده بيخلق إحساس بالحميمية والمشاركة العاطفية. القرار ده بيغير معنى الصورة تماماً. يعني المفتاح هو إن المصور يلاقي النقطة المثالية اللي يقف فيها، المكان اللي بيجمع كل العناصر المهمة للقصة في الكادر، وفي نفس الوقت بيستبعد أي تفاصيل مشتتة ممكن تضعف الرسالة. وهو ده التحدي الأكبر، إن عين المصور تبقى متدربة، مش بس تشوف الهدف اللي بتصوره، لكن تشوف كل حاجة حواليه وعلاقتها ببعضها وبالخلفية وبحواف الإطار. المصدر بيختم بصورة أيقونية بتلخص كل الأفكار دي: صورة عازف البوق الرائد للمصور الروسي ألكسندر روتشنكو سنة 1930. صورة مدهشة، متاخدة من زاوية مستحيلة تقريبا، من تحت رجلين عازف البوق وهو بيبص لفوق. تخيل تشوف الصورة دي لأول مرة سنة 1930، في وقت كانت معظم الصور بورتريهات متصورة من مستوى النظر. روتشنكو هنا ما كانش بيوثق شكل عازف البوق، هو كان بيستخدم زاوية الكاميرا المتطرفة دي عشان يورينا العالم بشكل جديد تماماً، عشان يكسر المألوف ويجبرنا نعيد التفكير في علاقتنا بالأشياء العادية. هو ده جوهر استخدام مكان الكاميرا كأداة تصميم ثورية. إذن لو حبينا نلخص رحلتنا النهاردة، فالخلاصة إن التصميم في التصوير مش قواعد رياضيات معقدة، هو في الحقيقة سلسلة من القرارات البسيطة لكن العميقة جدا. قرار إيه اللي نسيبه بره الإطار، وإيه اللي ندخله جواه. قرار شكل الإطار اللي بيحتوي القصة، وقرار استخدام الفراغ كشخصية ليها دور في الصورة، وأخيراً قرار المكان اللي بنقف فيه واللي بيحدد علاقة القوة بيننا وبين اللي بنصوره. بالظبط، وكل القرارات دي بتشتغل مع بعضها في تناغم عشان تحول لقطة عابرة لصورة ليها ثقل ومعنى وتأثير. الفكرة هي الانتقال من مجرد تسجيل اللي موجود قدامنا إلى بناء صورة بشكل واعي بتوصل رؤية أو إحساس معين. زي ما المصدر بيقول في النهاية، تطبيق المبادئ دي بيخلي المصور مش مجرد شاهد، بيخليه هو المتحكم في الصورة بأكمله. وده بيسيبنا في الآخر مع سؤال مهم نتأمل فيه. لو الكتاب بيوصف التصوير بأنه فن اختزالي بالأساس،
يعني فن بيقوم على الحذف والاستبعاد من واقع لا نهائي. يا ترى اختيارنا الدائم للي بنسيبه بره الإطار بيقول إيه عن نظرتنا للعالم؟ وبيقول لنا إيه عن الحقيقة اللي بنفتكر إننا شايفينها جوه كل صورة بنشوفها؟